اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا احنا دلوقتي في شهر 12 داخل علينا الشتاء. موسم الشتاء معروف ان هو الواحد بيحب ياكل فيه كتير شويه، يعني غير الصيف. دي حقيقه ما ينفعش ان احنا ننكرها بصراحه. فطبعا بدل ما نشتري من الافران او نشتري من محلات الحلويات، هنعمل الحاجه عندنا هنا في البيت، حاجه نظيفه متوفره عندك وضمناها 100%. كيلو الدقيق بيحتاج كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت عباد شمس او زيت ذره اللي موجود عندك. تمام. دي الكوبايه عفوا، دي الكوبايه اللي انا بعاير بيها، هي تقريبا 250 مللي. انا معايا هنا محلب طحناه، بس الاول قبل ما اطحنه حمصته وطحنته مع 4 معالق سكر، لان كيلو الدقيق بياخد معانا معلقتين سكر، والسكر بيساعد المحلب ان هو يتطحن. طيب في ناس كتير مش بتحب المحلب، مفيش مشكله، ما تضيفيهوش، حطي الحاجه اللي بتحبيها. ممكن تحطي ينسون، لو بتحبي سمسم كمان حطي سمسم، دي ما فيهاش اي مشاكل. الدقيق معايا هنا انا حطيت عليه ذره الملح، ومعايا هنا هو كمان العجوه طبعا علشان اضمن ان هي ما تنشفش في الفرن، فانا بعد ما بفرمها بحط عليها شويه ميه صغيرين، وبحط عليها معلقتين سمنه وبعجنها كويس، وبالتالي كده ببقى ضامنه ان هي لما تخش الفرن مش هتنشف معايا. نسمي الله ونبدا. انا هنا حطيت طبعا ذره الملح، ما ينفعش اعمل عجين من غير ذره الملح. هحط الخميره، كيلو الدقيق بياخد معلقه خميره فوريه كبيره، مش بخمر الخميره بره، لكن انا بضيفها على طول على الدقيق وبتديني برضو نفس النتيجه لو انا خمرتها بره. هحط المحلب والسكر واقلبهم كويس. لو عندك عجان وعايزه تشتغلي بيه مفيش اي مشكله. مهم جدا ان انت تبسي العجين كويس جدا علشان الدقيق يتشرب الإدام كويس. طبعا نوع السمنه انا مش هتكلم فيها، لان دي حاجه متاحه ليكي. اي نوع سمنه انت بتحبيه وبتستعمليه في بيتك ضيفيه، هيديكي نفس النتيجه وطعم حلو جدا. حاجه حابه اقولها ان انا بستعمل السمنه بتاعتي والزيت على البارد، مش بسخنهم ولا بقدحهم على النار، على البارد كده زي ما انتم شايفين. الله اكبر، الله اعظم. الأذان. هقلبهم بقى كده. وابدا ان انا بقى ابس العجين كويس جدا الربع ساعه اللي انا قلت عليها، وارجع اوريكم تاني خطوه ليها ايه. طيب دلوقتي بقى نيجي ان احنا هنحط الماده السائله عليها. عايزه تعجني بلبن، حلو قوي. عايزه تعجني بلبن وميه، مفيش اي مشكله. عايزه تعجنيها بميه بس، برضو مفيش اي مشكله. وطبعا الدقيق بتاعنا لازم يكون دقيق مخصص للكحك والبسكوت او دقيق الحلويات عامه. ولازم طبعا تتاكدي ان الدقيق كويس مفيهوش اي مشاكل علشان النتيجه تطلع معاكي كويسه جدا. طيب احنا دلوقتي هنحط الماده السائله عليه، وطبعا كل دقيق بيختلف في كميه السوائل اللي هو بياخدها. اللبن اللي انا هحطه لازم يكون دافي علشان الخميره بتاعتي تشتغل. ادي كوبايه، يعني حبه اللبن اللي كانوا عندي يدوب كوبايتين. الميه طبعا دافيه هي كمان. اكمل الكوبايه التانيه. طبعا حطيت الكوبايتين، ابدا ان انا اعجن. بسم الله. كيلو الدقيق بياخد كوبايه لبن او كوبايه ميه او نص ونص، وطبعا الدقيق بيختلف في كميه السوائل اللي بياخدها، فانا جنبي الميه عشان لو احتاج احط حبه كمان. ومش هنسيبها تتخمر، هنشتغل فيها على طول وهي متشكله في الصواني. اسيبها بقى ان هي
تتخمر الخمر اللي انا عايزاه، وبعد كده ابدا ان انا اسويها. لو مش عايزه تستعملي فيها عجوه ممكن تحطي ملبن، الحاجه اللي بتحبوها واللي عيالك بيفضلوها. كده الدقيق ده محتاج مني شويه كمان، فهحط ربع كوبايه ميه، مش هكتر. اكمل بقى انا عجنها علشان ما اطولش عليكم الفيديو، واسيبها 10 دقايق تريح، واجي اوريكم التشكيل بتاعها ازاي. عجنتها وارتاحت معايا ال10 دقايق اللي انا بقول عليها. نبدا بقى التشكيل. بسم الله. ناخد قطعه عجين ونحط فيها عجوه، اول حاجه معايا نعملها كده، دي بالشكل ده شكل اهو، علشان نسهل علينا الموضوع. مش شرط يعني ان انتي تنقشيها زي الكحك او تعمليها باشكال تانية. انا معايا شكل كمان هعمله، معايا دي وهشكله بيها كده، شايفين؟ وبتديني الشكل ده. نعمل واحدة كمان، مش هتاخد اي وقت منك، سهلة وسريعة، وان شاء الله هتديكي نتيجة كويسة. كده بفردها فيها وانزلها كده زي ما قلت. هتشكليها بالطريقة اللي انت عايزاها وهتديكي نتيجة حلوة، وهي حاجة مضمونة في البيت للفطار الصبح مع كوباية الشاي بلبن او العشاء زي ما تحبي، ومش مكلفة لان معظم الحاجة بتكون موجودة عندك في البيت. هتشتري من بره العجوة، لو انت هتشتري مثلا ملبن زي ما تحبي. عايزة تعمليها سادة مفيش اي مشكلة، على حسب ذوقكم. اخلص الكمية بتاعتي والمقدار بتاعي وارجع اوريكم الشكل النهائي ايه بعد التسوية. القرص بتاعتي استوت على درجة حرارة 170 زي ما انتم شايفين كده، ودي تسويتها، ودي من جوه. الف هنا وشفا على اللي هياكل منها. اتمنى تجربي الوصفه بتاعت النهارده وتقولي لي رايك في الكومنتات. ان شاء الله هتعمليها وهتبقى كويسه معاكي وهتديكي نفس النتيجه. شكرا ليكم، ونتقابل في فيديو تاني ان شاء الله.